نرجع وياكم حتى نختصر، لأنه ما أريد ما أريد أطولها عليكم حتى لا تملون. المهم يا نادين، أنا بهاي الفترة كلش تعبت ونفسيتي تعبت، لأن تعلقت بيها بشكل مو طبيعي، وانطيتها كل أسراري، وانطيتها كل حبي، وتأذيت ودمرت كلش. فهي نادين مو تقولين بنية طبيعية، هاش قالت نادين، مو تقولين علاقة طبيعية بين بنية وولد وعادي يصير بيها مشاكل ويصير بيها شيء. تعرفين انت المشاكل ملح الحياة. نعم المشاكل ملح الحياة إذا كانت بنية طبيعية، يعني بنية عادية تحبها وتحبك وتصير بيناتكم مشاكل. هاي إلها غايات أخرى خويا، إلها غايات أخرى. وأنت عمرك 19 سنة وهي متزوجة 3 ومنفصلة، ما عندنا مشكلة، عندها بنية ما عندنا مشكلة. بس إذا كانت بتحمولة وحبابة ليش لا؟ بس هي أصلا داخلت لك بغايات أخرى، وشوش راح تسوي بيك بعدين. المهم يا نادين، بعد ما تحملت وضعها ورفضها إلي، رحت فاتحتها بالموضوع. باعي سمعي يا سنيدس، إيش فاتحها؟ قالها عفية أنا بعد هنا ما أتحمل، أنا بعد ما أتحمل، أنا ما تظلين أنت بعيدة عن عيني وأنا بعيدة عنك. قطمش العين. ها ولك شو تريدين مجموعة ابن المقامع يا الطالب؟ قال أريد أتزوجك. زين تريدين تتزوجين من عندي؟ Are you married me؟ قالت له شنو؟ مرد يوم يا حبيبتي نتزوجك ولك وانت طالب عندي؟ قالها اي، وانت 19 سنه وانا 30 جاده. قالت له ما يخالف، ماكو فرق بالعمر، انا ما عندي مشكله بالعمر. قالت له انا ما اقدر اتزوجك. يا اي نادين خايبه، يات خايبه، اي ظلي يوم خلطات الشعر والتبييض ظلي. يا نادين ما قبلت تزوج على الموضوع. قلت لها ليش؟ شنو السبب؟ ايش بيا اني؟ قالت له اولا انت عمرك ما يناسب عمري. يابا العد من شو اسوي؟ ما العمر، ما انتبهتي للعمر؟ لو شبعتي وتريعتي خيه، اخذت التردينه من عنده، قطيتيه قطه معدله، قعدتيه على الحديده، سويتي التريدينه. هسه تذكرتي العمر، هسه تذكر من دخل وطالب عندك وعمره 18 سنه، انت ما اجى ببالك، ما احترمتي حتى عمرك وما احترمتوا كل شيء. وقلنا ما يخالف، الحب ما يعرف عمر، على عيني وراسي، واني اكثر وحده بالكوكب تأيد هذا الكلام. الحب ما يعرف عمر، لان العمر صحتك ومظهرك الخارجي ولياقتك البدنيه. بس مال انه انت تحددين المواضيع حسب مزاجك وحسب مصلحتك، لا هنا واقفه. الولد اجى طلب ايدك بالحلال، وانت مطلقه 3 مرات وعندك بنيه، واجى الولد على سنه الله ورسوله وقال لك اريد اتزوجك. قلتي له ما اقبل تتزوجني. قال لك ليش ما تقبلين تتزوجيني؟ قالت لك لان انت اصغر من عندي. هسه تذكرتي هو اصغر من عندك، بس من جبتيه لبيتك وسحولتيه وما ادري شربتيه، ما ادري سخمتيه، ما ادري شلطمتيه، ما قلتي له هاي الحكايه. من خليتيه من دون الطلاب براسك وسحلتيه، ما اجت ببالك هاي الحكايه. هسه انت هنا، واني ما احب امك واختك. هاي يابا شوف الحجه، هاي شلون واحد يريد يدور له حجه بالقوه. امك واختك ما راح يقبلن بي، كوني اني منفصله وعندي 3 أطفال واكبر منك بهوايه، وانتو عائله مخربطه. هي قالت لي انتو عائله يعني مو هاي، يعني ما راح تقبل بي امك. قالها شو لك علاقه انت؟ ما شوف انا الحب يخلق المعجزات. قالها ماك علاقه، امي واختي خليهن علي. نادين قلت لها اتزوجك لو يبقى سويعه واحده من عميري، اتزوجك لو الا ادخل بك، اذا ما ادخل بك ما خلص انتهي الموضوع. اوكي اي نادين اوكي. وقالت لي احنا هسه ما نقدر نتزوج، لازم انت ترتب وضعك المادي وتسوي تكون نفسك، وانت بعدك صغيرون، تكون نفسك وتسوي وضعك المادي ترتبه. وامك واختك اريتهن هن يجني وهن يدقن بابي وهن يطلبني الك برضاتهن، مو غصبا ما عليتهن، مو قوه. زين لولا امك اريدها برضاتها تجي، لان امك انسانه متعصبه وبس انت الها وابوك ميت، وما اعتقد راح تقبل. اذا امك واختك اجوا وخطبوني ووضعك المادي صار توب قلوب ماشي، افكر بالموضوع، يعني افكر اشوف لو اوافق عليك لو ما اوافق عليك. خليك هيك تزحف، خلي اشلع قلبك وعذبك، وبعدين عودي اعطيك كيس، اعطيك لك سفن. اوكي بعدين اوكي. وثقلت علي، بقت ما تجاوبني وما ترد علي وما ترد على مسجات. رجعت نفس ذيك اللحظه الاولى. نادين زين لولا انا متت عليها. نادين اشتاق لها، يوم الاشتياق يموت، فلك فيك ان شاء الله. نادين اشتاق لها، اموت عليها، مثل مسودا عليها، مسويده. تتوقعين لو ما تتوقعين؟ ان شاء الله ما اتوقع.
نادين توصل بي الحالة أجر تاكسي الساعة 3 بالليل ووجي بس أروح أباوع البيتها وجي الله أكبر شلون بيا برومي ولا يستقر زين لولا. المهم يا نادين بقيت أسوي أشكال وأنواع بالبيت حتى أخلي أمي تقتنع بيها. ونادين أمي قافلة قالت لي ولك يما خايبي ها شوف ما سمعت شهلة شوف الله شوف ما سمعت حكي أمك. أنت لو سامع حكي أمك ها لو سامع حكي أمك حبيبتك أكو واحد بالدنيا يحبك أكثر منها؟ لا. اكو واحد بالدنيا يخاف على مصلحتك اكثر منها؟ لا. اكو واحد بالدنيا يشوف لك الزينه والشينه، هن مو كلهن زين بس اغلبهن، اكو بهن لا هن خطيه يدمرن ولدهن ويدمرن بناتهن، بس احنا ذني مو موضوعنا ها، لان الدنيا بيها زين والشين، بس احنا نحكي بصوره عامه. ها ليش ما سمعت حكايه امتك؟ هاي امتك من نصحتك الحكايه وقالت لك اياها، ما خليتها تريتشيها باذنك لو غزر ها شو اسمها الدرس الخصوصي. ها ليش تخلونا نحكي؟ امتك خليتها هسه ركن، حطيتها ركن على شارعين، صفطتها هاي الحبلت وجابت وتعبت وربت، هاي هسه ما تسمع كلامها، هسه كلامها صار هي واقفه ضدك. عالم وناس وحبابه وصاينتك هناك لا الصف وياها، لان هاي بتعالم وناس حبابه ومحترمه ولازمه ظهرك، وهي شاده وياها، ما اعرف ليش شاده وياها بس هي شاده وياها. بس من تجي وصدق وحده ما تفيدك ذيك الساعه انت تقولها لا انت ضدي. يعني انت مقتنع بروحك انه هاي ما تفيدك، وهي نفسها ام الان تقول لك انا اهلك ما يقبلون بي، انا وضعي كله وضعي. اجيت قلت لامي، قلت لها يما، قالت لها هاي يما، قلت لها يما المدرسه مالتي احبها ورد اتزوجها ما توافقين. قالت له شنو وضعي حاشي؟ قالت لها يما منفصله. خايب هسه هنا واوروبا وامريكا وعالم وشايفه وعايفه وناس ودنيا وتطور وانفتاح، وهماتين من توصل السالفه لهيك امور يصير بيها هند بريك الرفع. ها يعني مرة ومن هالقبل وعايشه بالشرق الاوسط ومن اهلنا وناسنا ديك وعاداتنا وتقاليدنا، وتلقاها هنا ببالها شي واحد ما يتغير، جاي تناقشها بهيك موضوع. يعني ايش تتوقع؟ شو تجاوبك؟ تقول لك روح يما قللوش، روح اخذها وما اعرف انت شنو وضعك وشنو فيلمك وياه، واصلا هي ليش امك حكت حكايه ويدين اللي معسنعه، هاي نفس حكايه امك حاكت لك اياها. قالت لك يما هي ليش عود عافت هاي الزلم كلها والناس والهاي جت عليك انت، ايش عندك يما؟ ها شو حافي ومتعافي اوكي وما عندك شيء، واحنا امامتك وخيتك، وليش انت غير تفكر؟ هاي حكايه امامتك يا مجموعه من المقامع. ما سمعت حكايه امي ضدي، ما تريد سعادتي، هاي مو سعادتك، هذا تعاستك، وبعدين راح تعرف المصيبه اللي سوت لك اياها. اوكي لين ما سمعت حكي امك، شوف هذا ما اسمع حكي اهله. قالت لي امي يما شوف اسمعني، شلتك ببطني 9 اشهر، ها 9 اشهر لا عاشره لهما، وكبرتك وربيتك وبس انت عندي، لا عندي اب ولا عندي اخ ولا عندي اخ ولا عندي ابن، بس انت عندي. هاي البنيه ما تفيدك، شئت ام ابيت ما تفيدك يما، انت بعدك صغير والدنيا قدامك، كمل دراستك وانجح واشتغل ولم رويحتك، وبنات العالم والناس والحلال والحلوات ضالات يا يما، وكل شيء بوقته حلو، لا تستعجل. هاي المرة يعني ما هي مو من يعني هاي نسواننا احنا مال قبل، هاي نسوان هاي كل امهات تقريبا هيك يحكن، يعني ما قبلت ام نادين ولعبت بيها لعب تستاهل. ما تبت منها وبقيت اني نادين لا اكل ولا اشرب، وبحياتي تدمرت وشكلي تغير، وامي تشوفني وتبكي علي ومقهوره وتقول لي يمك ايش بيك؟ نادين سوري على الكلمه راح اقولها بطريقه شعبيه، نادين بقيت الصبح اتقيا والظهر اتقيا والعصر اتقيا وبالليل ازوع، يلا بطريقه شعبيه. اوكي نادين ما ادري ايش بيا، شاكل من اكل اروح افرغ اسوي استفراغ كله ارجعه. اوكي اي نادين اوكي يا نادين يا حبيبتي يا اختي، وما امي تشوفني هيك وهيك تتحرق نعجه غير اميمه، هذا قلب والده ماشي. قالت امها عرفت سنيتها هاي الامهات هيك عرفت، لا ام عبيس ما عاد غير ام عبيس. قالت لامها هسه عرفت ايش بيك، هذا التقيأ مالتك والحركات ووجهك الاصفر وشكلك اللي تغير، هذا انت مستحيل سالفتك انت هاي انت سالفتك كبيره يا ممنوع. قومي امي اخذي اختي وروحي عليها. انا فرحت عبالي لان شافتني هيك سويت، عبالي انقهرت علي، ولا حبيبي لا، هاي ام هاي ام.
انقهرت علي وشافتني هيك وقالت خلي اروح اخطبها إله بس حتى ابني يرجع لوضعيته. زين نادين راحن للبنيه للبيت وسحلنها سحل تستاهل ولعبن بيها لعب وغلط وشاده اذا وصلت يم ابني لو دقيت بيه هو مش من دق بيه هي عايفته. زين ودقيت بيه ما تلومين الا روحك انت فضيحه بالطوايف. اوكي زين لو لا. أهلي رجعوا وهي حضرتني من كل البرامج ما خلت برنامج ما حضرتني منه. 14 يوم ذكرتني بيوم 14 اليوم هم أنا عندي ذكرى بيوم 14 ها 14 يوم ينطح يوم يا نادين هي حضرتني قالت لي ذا اشوفك بعد تجي خاله مو قلنا لك ابنك لازقتها ابنك لزقه جونسون مو هي بشات واحد غيره شو اسوي بيه بعد خلصت من عنده. اوكي يا نادين قلت لهم اليوم احرق البيت ولا يستقر التنين يحرق اذا ما تقولوا لي وين كنتوا ورحتوا عليها وش تسوون. زين لولا فامي قالت لي يعجبك ما يعجبك. زين لولا اخذها واحده وروح بعد لا يعني امه تتبرى منه يما اسم الله الرحمن يما كزبر جلدي. زين لولا نادين بقيت بين حانه ومانه هي حاضرتني لعبت بيا لعب وامي واختي شدنوا وياي. المهم يا نادين عبرت ايام عبرت ليالي ضاع اثرها رحت للبيت اللي اريد اروح لها كنت بيه بالخصوصي لقيتها شايله متحوله لغير مكان ارقام تلفوناتها غيرتهن. زين لولا السودنت تخبل صارت بي حاله نفسيه صرت مريض طريح الفراش. اوكي اي نادين اوكي. نادين راح اقول لك شيء قول. تتذكرين من قلت لك اني فوق انه اني فاتحتها بموضوع الزواج. اي خويا قلت لي نادين اني من فاتحتها بموضوع الزواج بالبدايه طلعت اعذار قالت لي عمرك وما عمرك وهاي السوالف بس بعدين قالت لي من بقيت الح عليها وشافتني جاد وصدق جاي اخطبها وصدق جاي من الباب ها يا نادين كان تعترف لي ها ولك ايش قالت لك اقول لك بابا اني متزوجه 3 مرات ومنطلقه 3 مرات وكلهم ما طولت وياهم وهاي البنية جبتها بالغلط بالغلط. اوكي فأنا بصراحة ويا الرجال ما ارهم هاي جربت 3 وما رهمت وياهم فما ارهم وياك انت ما اقدر ارهم وياك فشنو رأيك نخلي علاقتنا علاقة طبات وطلعات ونومات وقعدات وحضنات وكل عادي بس ماكو زواج هنا نقلد الغرب يتزوجون ويش دولة هم يبقون سنة سنتين وبعدين يتزوجون ماكو واحد يبقى هنا بلا زواج كل الناس بعدين تتزوج لو يتفقون يزوجون لو يفترقون ماكو هذا الحكي الخرطي مالتك. اوكي اي نادين اوكي. قلت لها بتحكين صدق تحكين كذب احنا عايشين مجتمع شرقي وعالم وطب وطلع شلون اطب عليك شلون اطلع وياك شلون اسخام شلون الطامان مو زوجيش بعدين انا اردك مرتي انت بالحلال ماشي يا نادين. فهي حسيتها يعني تثقل هاي خلطة تبييض تثقل. اوكي اي نادين اوكي. هنا أنا دخلت في دوامة أبقى أشرب من الصباح لليل بيبسي من الصبح يصبح الصبح أشرب بيبسي لحد ما أنام بالليل أشرب بيبسي ماشي. وبعدين بقيت وصلت مرحلة نادين بقيت أدخن باليوم 10 هذا باكيتات جقاير وما أحط لقمة بحلقي انتهيت صرت هيكل عظمي خايب من عمة عين الدنيا وعمة عين الوكيت وعمة عين العلاقة وعمة عين الحب وعمة عين الصحة هاي اللي هانت عليك خايب العلاقة اللي ما تريحني وما تونسني وما تخلي سنيناتي ليل ونهار طالعات والشخص ما يسندني وما يشوفني شو وقت أنا محتاج ولك من عمت عينها ودست روحها ونزلت على جو سابع قاع ولك هاي علاقة هذا مو علاقة هاي يسموها مهزلة يسموها خربطة ماشي هذا يسموه خرطي. عيب 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 يما انت رجال حتى اذا كنت انا خيتك اكبر انتي عيب انت رجال. الرجال اذا ما يكون قد حاله بالعلاقه ويدمر تحس وياه هي انثى دير بالك تتوقع نتيجه ترضيك. المرة اذا ما حست وياك بكامل انوثتها لو كانت اعظم مرة بالدنيا واقوى مرة واصلب مرة ولاعبة والدنيا اذا مو وياك تحس بانوثتها وتحس بروحها صغيرة وانت فوق راسها سند دير بالك تتوقع العلاقة تنجح ودير بالك راح تحترمك ودير بالك راح تهابك وحتى اذا اخذتك تاخذك جسر تمشي عليك. قول لا اي نادين خويا كلامش كله صح. اذقى
الثقل حلو وزينة وصنعة. اثقل. احنا النسوان المعدلات نحب الثقيل. اثقل ملطلط لا تصير، لا تصير. زين. دخلت بدوامة انتهيت، يعني بيني وبين الموت شعراية، وتمرضت يا نادين، وياخذوني المستشفيات ويجيبوني وما لقوا لي علاج ولا لقوا لي حل. اوكي. اوف يا نار قلبي، وين وصلت؟ من فلك داز لي 20 صفحة. اوكي شربت ودخلت وياها هسه حكيتها. المهم نادين، اني اول مره بحياتي اشرب، يعني هي دخلتك بشغلات انت ما تعرفها بحياتك. اول مره اشرب، واول مره يعني ابات خارج البيت اعوف امي واختي، اول مره اسوي شغلات مو زينه، ما نعرف هي شنو الشغلات المو زينه، بس يمكن يقصد على الشرب مال بيبسي. اوكي. ونادين حال الضيم حالي، وشفت المصايب بعيني، وابكي من ابكي انام وابكي على المخده، ولك والله العظيم انت تحسسني سنيدس. اوكي. حلو الرجال يحب، وحلو الرجال يبكي على حبيبته. باعوا اني اعشق واحترم واقدس واجل الرجال اللي صدق يحب من قلبه ويحب بنقاء، وبعد هذا الحب يروح يدق بابه وياخذ بالحلال. واحتقر الرجال اللي يسوي هاي الشغلات. زين. هسه اخر شيء راح تقولوا لي السحر وما السحر، ما يخالف. أنا مو ضد الرجال يبكي على حبيبته، ولا ضد الرجال ينقهر عليها، ولا ضد الرجال إذا عافته يسوي شغلات شوية هو خارجة عن قوانينه وسيستم حياته. بالعكس مو ضد، لأن يجوز أنت إذا سوي هيك ما تعرف ايش قاعد يسوي. أنا ما أقصد على هاي المجموعة، هاي شغل عتها وياك، لا إحنا نقصد على العلاقات الطبيعية بصورة عامة، علاقات الطبيعية النورمال بصورة عامة. يجوز إذا أنت ولا الشاب تطلع وتنفح عن نفسك وتشرب وتسوي، يجوز هي بالبيت قاعدة كاتلها القهر والضيم، يجوز اكو ظروف اقوى من عندكم، ما عندي مشكله بهذا الكلام. تبقى الاحساس الحلو والصادق والحب اللي يجمعكم، يبقى هو هذا الذكريات الحلوه بيناتكم، واذا الله كاتب لكم قسم راح تنجمعون. بس ما توصل العلاقه انه توصل بهذا الحال اليائس وهذا القشمره والكذب والتمسلت واللطلطه، هناك عليه خط اكس احمر. تمام. اي نادين تمام. يا نادين مثل ما قلت لك سويت شغلات بحياتي ما كنت متوقع اسويها. زين يا نادين. وتأذيت وراها ورا ما صار هذا الموقف. المهم يا نادين بقيت يومية اشتري خط واخابرها، اشتري خط واخابرها، وبس تسمع صوتي تحضرني من الخط. انا مشتري بالعشر خطوط، حرقت قلبي وما راح اقدر اكمل القصة. زين. المهم اخر شي جاوبتني، قالت لي شو تريد؟ هنا جاوبته، قالها بس جاوبيني ليش انت هيك تسوين بيها؟ قالت له اجاوبك بشرط. زين انت من قالت لك هيك شلون الك نفس بيها بعد؟ عليك الله، عليك الله، عليك الله اخويا، انت عبيدان، انت وكل واحد مثلك، انت شلون لك نفس بيها من هاينتك هاي الاهانه، واخر شيء تقول لك اريد فلوس. قالت له اريد فلوس، انا كلش محتاجه فلوس، وانت عايفني. قلبتها عليه، فرتها عليه. زين لولا قلت لها اشتر دين قدامي، لو اعرف ابيع ذهب امي واجيب لك اياه. يا نادين من انطيها الفلوس تحضرني وتستاهل، وتلبسني لبسة الذين لبسوا، وبقينا على هاي الحالة قعدتنا على الرنقات إلى أن يوم من الأيام نادين قالت أمي بعد ما أسكت. شوفي الأمي شلون حنينة عليك. قالت لا أنا بعد ما أسكت عليك، أنت وضعك مو طبيعي، وأنت راح تروح من بين يدي وأنا قاعدة أتفرج عليك. هاي يمه قالت له بعد إذا فتحت حلقك وغمة، حتى غمة حلقك إذا فتحته شوف شو أسوي بيك، أنا أحب هيك نسوان. أوكي. قومي يا نادين، أخذتني أمي ورحنا على شيخ. هلا يما، هلا بيهم، هلا بيهم، حرت والله شو اسميهم، يما اسميهم برموده وقاطف القياسات بيهم. يا نادين امه اخذتنا على شيخ باحد الاماكن او المحافظات الجنوبيه معروف، وطاش طشت العقرقه. المهم نادين قلت لها وين ما اخذتني؟ قالت لي ست حلقك لا سد لك اياه طول العمر، امشي وياي وما لك علاقه. المهم نادين طبينا البيت الشيخ. بلشت الاحداث تصعد. طبيت البيت الشيخ نادين، الشيخ نادين لقيت رجال كبير وبنهل الله، شاخيه كله بنهل الله، وكنا ربع الله.
زين لولا. قالت له امه واحده اثنين ثلاثه، هذا ابني هاي حالته وما اريده غير من الله ومنك يا شيخ، نريد نشوف ابني ايش بيه. ابني اني ما مرتاحت له، ابني حبله واحده ويجي يصير عليه من وراها. اوكي، فانت اشوف ابني شيخ حتى اذا ما بيشي ابنك. خاله هسه خاله مو انا قاعده امدح بيك وقاعده اسولف وياك وقاعده احكي مسنه، بعد امي وابوي يعتبريني بنيتي كانت صغيره بعد قلبي، ها كان مو قاعده امدح بيك وقاعده احكي بيك واقول له امك وامك. خالك هذا الشيخ شو يريد منك؟ يعني من يسوي لك ابنك بلاش؟ حتى اذا ابنك ما بي شيء، يجوز الصدق يحبها، يجوز هي صدق بالبدايه وصلت المرحله من الاهتمام انت خاله ما مطيت اياه. هسه احكي الحق لو الباطل؟ اني لا انا جديني احكي الباطل، لا والله العظيم احكي الحق. خالك كانت من اخذتي لهذا الشيخ يجوز تكذب عليك هذا الشيخ، كانت ما تتوبن من الشيوخ، كانت ما تتوبن من الشيوخ، كانت ما تتوبن من الشيوخ. كاش حكينا على برموده وقياساته. ها ابنك يجوز ما بيشي، ما بيشي ابنك، هذا برموده راح يقول لك مشربينه وماكلينه ومسخمينه ومشممينه وقاصين اذانه وقاصين شعراته ويسطرهن عليك السطر حتى يقط منك تقطعط، خاف ديش ناقصه ما قطت ابنك، حتى يجي الشيخ يقط منك انت ماشي وكذب ابنك كل شيء ما بي، كل شيء ما بي ابنك. بس ذيك المجموعه بنت المقاميع سنيدس ها عندها جاذبيه الثلاثينيات والاربعينيات والخمسينيات ودارت ابنك وخذت الكفته منك وابنك منقص حنان وعاليه. يا قلت له شو تريد شيخ انطيك بس طيب ابني، استغفر الله يا ربي، بس طيب ابني. قالها ماشي يا نادين، انا ما خليت بهاي الحاله ودكتور ما رحت له، كلهم قالوا لي ما بيك شيء وانت ما بيك شيء، بس هذا الشيخ عرف بيك شيء، بس الشويخ مع احتراماتي للشيوخ تاج راسي وعلى راسي، الشيوخ اللي نعرفهم احنا كل شنو منو زين اهل الدين الصدق الصدق. اوكي بس انا احكي على برموده وقياساته. اوكي نادين نيمني الشيخ، يا انت منيمك كان شيخ هذا يا قابا يدخل ينيمه فلكم ان شاء الله يا مقامع القياسات. نادين دخلت للشيخ اي قال له ما طلع برا، يوم ما انا خفت من يمي زين قال طلع برا ودخلي ابنك وحده وانت شكلك ايه كورز، بس اطلع الشيخ بالعجب بيك. ها قال طلع برا حجي وسدي الباب وخلي بس ابنك يمي، اريد بس ابنك يمي وانا شوف ايش بيه يا هسه شوف انت ما تفيد نوعد هالشيوخ يا خالتي والله عندك سوالف، انت مو قاعد نحكي وقصار لي انا كوم احكي ولمح واقول لكم ديروا بالكم من الشيوخ، حولوا عافوا السنادس حولوا على جويسم ابنك خاله حلو بعدين الطوافي كان ما رضى بجزه رضى بجزه وخروف، كانت ما رضيت بديك جبتي لي الشيخ بدياتك، خلينا نسمع سوا على الشيخ. نادين الشيخ دخلني وقال لي بطلع وسد ما ارتاح لهاي الكلمه، قلبي يظل يعصرني من طلع وسد الباب، اخاف يصير بي قشعريره من طلع وسد الباب، اخاف منها اعرف بالكوارث صار عندي اكسبيرينس. وطلعوا ليش تطلعوا وسد الباب حجي؟ ليش تطلعوا وسد الباب؟ ابنها وجايب تومره كبيره ومن اهل الله، من اهل الله مو ربع الله، لا من اهل الله، وجايبه وليتها الك ووليتها مريض ويتقيأ ومو راحه وصحته مو زينه، ليش تقولها طلعوا سد الباب؟ وايد قاعد يتابعوني، ليش تقولها طلعوا سد الباب؟ خلي عينك بعيني هنا بأويناتي، ليش تقولها طلعوا سد الباب؟ يعني هي دكتور موجوده جوا بابنها، انت ما تقدر تشتغل، زين شنو طبيعه عملك؟ اقدر بالقياسات. خلصنا من سنيدس النوم دخلنا نزلنا على جويسن، هذا المسكين هذا انا فوق الضيم القهر علينا وانت جيت استلمته، خل نشوفك شو بسوي له. نادين طرد مو سد الباب ندري بيها، قال لي نام. قلت له اوكي لك عبادان ادري مين قاعد يتابعني وميت من الضحك، ادري مين قاعد يتابعني وخربان من الضحك، ادري مين ونسيت حتى سالفتك ومصيبتك. قال له نام، قال له
طلع امي نادين مسد الباب وقال لي نام الشيخ. يا اخي انا من يمي خفت. ماشي نادين ماشي. اجى نادين ما اقدر اكمل خلني عبرها. اي هو بعدين وراها هي صارت. المهم نادين وما فات. خلينا ندري ندري ما يفيد. ندري نعرف فات بغير شغله بس ما فات. المهم نادين وبقيت على الحاله ما اقدر اكمل تعذروني. اوكي انا ما الزم لسان ادري بروحي. ماشي ناديني خيه ماشي. المهم يا نادين طلعت من الشيخ نفسيتي ارتاحت. يوه والله العظيم شويه حسيت براحه نفسيه. عبادات واحس حالتي استقرت. شكلك كنت معوزها بحنان. شكلك كنت محتاجه للحنان مال الشيخ. ماشي نادين ماشي. نادين من طلعت من يم الشيخ ورا يومين حسيت روحي صارت زينه. حسيت نفسي شويه بلشت استقر. يا شكله قوي. الهملاية خوش ملح. المهم نادين اوكي نفسيتي استقرت. يا خويا كنا ندري ليش. ماشي ما اقدر اكمل انا عافسه عبرت الحكي لان ادب روحي ما اقدر اسكت. المهم نادين ورا هاي الفتره حسيت روحي تدق علي ادخل لي اللايف وتابعه. هسه دقيت علي ادخل لي اللايف وتابعه لان من اشوفك باللايف نفسيا ارتاح. اوكي المهم يا نادين تعبت والقرآن تعبت. فلك يا عبيدان ايش سويت بيه؟ نادين بهاي الفت جاي يتوب جويسه وانا عبالي بس سنيد تزحف ما تتوب ولكم انتم ما تتوبون. نادين بهاي الفتره انا نفسيتي استقرت من بقيت اراجع عند هذا الشيخ. هيا خوش شيخ كلش خوش شيخ روحوا له كل يروح له. نادين نفسيتي استقرت وصارت حالتي شويه كويس بس ديك ببالي ما تروح من بالي بس استقريت. ايه استقريت خيه. المهم تعبت بلكم ان شاء الله. عابر الفران وين عابر وين رايحه راجعه لي ورا. المهم محاول ينتحر. يا فلكك ان شاء الله. وقتها والله كلك حركاتي. هسه ما قال هاي يقول انا كنت يعني بداخل الحمام وحاول ينتحر وامه هنا مقرره تاخذه للشيخ. خاله خوش طريقه وديتي عاشت ايدك. من اول مره وديه للشيخ كانت خاله ابنك يتعذب صار له شهور. من اول مره وديه للشيخ. هذا الشيخ شغله سره باتع. وشوف شلون هاي خلي ابنك يستقر ويتقض ويستكن وعاوديكه بس هي بعتها براسه ذيك. ويوم من الايام ورا ما رحنا للشيخ واستقرت حالتي. يستقر يتقل يستكن جويس عبيدان ما يستقر. نادين قاعده اقلب بالتليفون مالتي بالسوشيال ميديا. قاعده اقلب زين لولا صار وياي شي ما يصير بألف ليلة وليلة. هو هيك كاتب 1000 ليلة وليلة. ايش صار وياه سمعوا خايبين. نادين صارت وياي الشغله مو على البال ومو عاود. شوف هذا الشيخ سره باتع كلش باتع. هذا الشيخ كلش مضبوط. شوف من عرفته وتعرفت عليه ورحت له شوف حياتي شلون فتحت بوجهك. ماشي نادين قاعده اقلب بالسوشيال ميديا وقلت لي صار وياي حدث ما صاير بالكوكب. شنو لك؟ كورونا هي بس هي ما صايره بالكوكب. دخلت علي بنيه عمرها تقريبا 17 سنة. سنيدس هنا اجت ثانية طلعت لنا هيرو. طلعت اثنين بالقصة هسه. زين المهم نادين دخلت علي بنية وما اعرف رأسا تعرفت عليها وصارت تليفونات بيناتنا وحبوتشيات وغراميات. نادين هاي البنية من دخلت بحياتي. هذا مو البنية هذا الشيخ. البنية من دخلت بحياتي حياتي كلها تغيرت. شلون تغيرت؟ نادين الله فتحها علي من مثلي انا ابوي الله يرحمه كان يسميني وجه الخير. انا وجه الخير على كل واحد اشتغل وياه اسوي له اعلان اعرفه اصادقه اي وحده انا الله يرزقه رزق مو تمام. زين والله العظيم. ماشي هاي انت مثلي هاي المجموعه.
هاي الله مبارك بيها. ابويا كان الله يرحمه يسميني وجه الخير. ماشي نادين ماشي، نادين البنيه ماتت علي، وتقريبا بقت انا اني بلشت ديجة تروح من بالي، دخلت هاي على الخط. ما اعرف ليش حاسه امك لو اختك مدخلت لك اياها هاي البنيه. اوكي نادين اوكي، بس نادين اكو شغله. نادين البنيه وقفت لي هاي بعيش ببخت تموت ببخت مسكينين، ما هي هاي بنت الحموله، هي هاي بنت الناس الزينه، ما ترهم وياكم. تريد لك وحده ملعبه، تريد لك وحده خط ونخله وفسفوره. وقفت وياي وقفة بمحنتي، وهي ساعدتني شهور، وقفت بظهري وما كانت تعوفني، وهم منطقة حنان وعالية. اوكي وساندتني، وهي اللي حتى هي اللي كانت السبب بالرزق والشغل. نادين ما اعدد لك وما اقول لك السند اللي سندتني يا هاي الوقفة. اكو هواي بيكم لا تزعل مني، وهواي بيكم الكلام موجه ومقصود، وهواي بيكم ناقصين اصل، وهواي بيكم يدقون الناقصة، وهواي بيكم ياكلون ويتفلون بالماعون ويندارون. توقف بظهرك وسندك وانت حافي وما عندك، وتلزم ظهرك وسندك وتكون بظهرك وتقول لك اني الك، وطلعتك من مصايبك ومن ديك المعفنه سوت بيك، ولزمت وياك شهور وبقت وياك وما عافتك وما تخلت عنك. شوف با انتوا ما تريدكم هيك وحده. انت صاحب القصه وكل واحد يشبهك. انت تريدها مثل هاي المعلمه. ماشي بس يا نادين من كنا نطلع انا وياها نلتقي. نادين كلش مو حلوه، خشمها كبير يا وقصيره. احترم نفسك، لا تحكي على القصيرات، ما اسمح لك. كل شوي على القصيرات حبيبات قلبي، مو لانه قصيره عودين تعرف انه نادي راح تحكي قصتك ونادي كانها طول سليمه. لا انا ما قبلت احكي على القصيرات وما تقبل خشم. ما عندي خشم وعراقيه. هاي شو نشوفها قف الله على الفلتر. عيب هاي المواصفات، عيب هاي المواصفات. يعني شنو عندها خشمها عريض؟ عيب هاي الكلمه خشمها عريض. كان خشم كل ما يصير عريض كل ما تشفط اكسجين احسن، وكل ما حياتها تطول. وقصيره وشويه عندها كرش. لا هنا انت بلشت تهين الناس اللي احدهم. لا عيب هذا الحكي. خشمها كبير وقصيره وعندها كرش. اللي ما عنده كرش ما يسوى قرش. خليها ببالك واحفظها. مالك علاقه بنادين فتنس. اني اقول لكم هيك وانتم ما تسمعون حكي. حتى اسمي غيرته لان مليت واحكي واسولف صار لي سنين وما حد يسمع حكي. مالكم علاقه لا بصحتكم ولا تموتون على الثرب. وبعد شلون والله وين مواصفاتها؟ نادين وما تحكي على كيف. احسن لك هاي بتحكي على كيف العد مثلي كانها بال على لسان طير. اقلها هادئه. اكو احلى من المره الهادئه؟ هم زين انا بالحياه الطبيعيه هادئه وكيوت وانثى. هم زين خالة، هم زين احمد الله وشكر اني مو نفسي هنا بالحياه الطبيعيه. وشعرها مو ناعم. استلمك هسه لو ما استلمك؟ لا نادي لا تستلميني. انا ركع علين، انا ركع بيدان ادري بيك طقت بطنك من الضحك. ارتاحيت وياها فتره وبعدين قلت لا ذيك رجعت بقت ببالي روح للشيخ هو علاجك. اوكي المهم يا نادين بس قلت لا ما يخالف. هي هاي البنيه اللي اريتها، هي هاي سندتني وقفت لي باصعب الظروف. ما يخالف. خشتها مو مشكله، وشعرها مو مشكله، وكرشها مو مشكله، وقصرها مو مشكله. كلهم مو مشكله. شيل القلب خلي الكلى مو مشكله. اوكي قلت يلا ما يخالف عبيده، ما يخالف. دوس على نفسك. كاسه هيك الحلوه الطويله شعر خصر وثلاثينيات جاده. ايش حصلت منها يا مجموعه من المقامع؟ شبعتك بواري وقطتك قطه التي قطوا. اوكي تعال جرب حظك ويا هاي مخشه ويا هاي واللي حلوه القصيره. واحترم نفسك ولا تحكي على بناتي حبيباتي. لا تحكي علينا احنا كنا عندنا خشوم كبار وكنا اغلبنا قصيرونات وكلنا اغلبهن. انا هم يوم من الايام كان عندي ثرب قبل 9 سنين كان عندي ثرب هالكبره. ولا تحكي بعد هاي المواصفات ما اسمح لك. يلا رحت حاكيت امك قلت يما اريد هاي البنيه اتزوجها اني. انت شوفها تتزوجها والله خوش والله لا ان شاء الله يوقع سنادس كلنا بواحد مثلك بسرعه يبدا يفكر بالزواج. امي ماتت من الفرح قالت لي هي هاي اللي اريدها لك وهي هاي سندك. شلون تسمع حكايه امك؟ لا عبنك اعوج والعوج طول عمره يظل اعوج. العوج حطاله قالب وما انعدل. حق هذا الله الفوق راسي موت من اسم الله عليك حبيباتي. وحق هذا الله الفوق راسي حطوا له قالب وظل عوج وهيك يسوي. طلع من القالب وهيك صار عوج. تعرفون شنو هو؟ عبنك اعوج خويه. انت هواي مثلك يشبوك. انا ما احكي بس عليك هواي مثلك. شوف اميمتك مو قلت لك هاني اميمتك ودتك للشيخ وخلاك تجر عدل. هاي المفروض انت تثق بيها ثقه عمياء.
قالت لك يما هي هاي إلك المرة والسند. لو سامع حكاية أمك كان الله رفعك للعلالي. ماشي، شوف الله سمعت حكايتها ورحت للشيخ، شوف امك شلون استعدلت، ليش ما سمعت حكايتها بهاي البنيه؟ ها، امي ماتت عليها نادين واختي، قالت لي هي هاي المره اللي اريدها الك اني. قلت لها يمه مو حلوه. قالت لي احترم نفسك واحكي عدل، عيب تقول عليها مو حلوه، هاي خلقت ربك يعني ترزل بين قوسين من امه. زين لو لا. يا نادين وصلنا نريد نتزوج انا والبنيه ومشت امورنا تمام وما عندنا شيء، وبليله ويوم انقلبت على البنيه قلب، بقيت ما اشوفها بعيني. ان شاء الله دست عينك وعمت بحق لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لا تزعل مني عبود، انا خيتك الكبيره، اعتبرني انا خيتك الكبيره، مو عندك خيه اعتبرني هي هاي اني. تحمل مني مثل البنات يتحملن من عندي قساوه الرد. انت من تسمع حكي راح تتاثر بك، انا اعرف، فتحب يعني لا تزعل من عندي، انا خيتك. اوكي، خاف شويه ادوس عليك تحمل شويه على مود تصحى على زمانك حباب. يا نادين تعاي لي وتعاي سولفي لي، ما اعرف نادين ايش صار بي، يمكن هم راح سوت لي شيء، شكلك اشتاقت للشيخ، احكي له اسكت. لا نادين سكتي لا تفضحينا، ها هاي تقلبت على بنيه حتى سوي روحك كتشي مريض حتى امك تاخذك للشيخ يا مجموع. احكي له اسكتي يا عبيدان. قلبت على بنيه قلبها من هاي الزينه، بقيت ما اشوفها بعيني، ورديت على ذيك نادين. خابرتها ب3 بالليل، رحت جيب السيم كارت وخابرتها من خط جديد لان هي حاضرتني من كل الخطوط. المهم قلت لها فلانه انا كلش احبك وما قدرت اعوفك، رحت للشيخ وقام بالواجب وياي وما قصر الرجال وما قدرت اعوفك، رحت حبيت لوحده بتعالم وناس وبتحموله ولزمت ظهري وسندتني وما قدرت اعوفك، رحت لام ميمتي وقلت لها يما اريد هاي المجموعه بنت المقاميع، وامي لعبت بيا لعب وسحولتني ودتني للشيخ وما قدرت اعوفك حبيبتي حياتي. انا راح اروح هسه ب3 بالليل، راح اروح هسه اجيب الشيخ، يا شيخ قاعد ب3 بالليل الا شيخك ذاك تروح تجيبه نفسه. اوكي نادين اوكي. قالت لي انت خايف تحكي صدق، خابت الشاقة، خابت ما تجوز، ما تكيل، ما تميل، ما تلعب روحك، اهين بيك وماكو، احضرك وماكو. ها ايش قلت لك؟ مو قلت لك احنا ما نحب الملاطلات؟ احنا النسوان كنا بصوره عامه حتى ذني حشانه حشانه حشانه، احنا الزينات، احنا كنا حبيبات الزينات، حتى ذني شوفهن بائعات الهوى هماتين ما يحبن الملاطلات، يا باعت هوى وهاي شغلتها، مع احتراماتي لبنياتي هاي شغلتها هاي شغلتها، بس من تشوفك ملطلط ما تهتم، هي المراه بصوره عامه تمام. واكو بهن لا يحب الملطلط حتى يخلينا جسر ويمشن عليه وهاي تعرفون قصدي. اي نادين نعرف قصدي، شو منورين حبايب قلبي اصدقاء دخلوا لللايف ودقوا علي قبل شويه. اوكي اي نادين اوكي. قالت لي خابت شو والله سعد قلبي، خابت شو تريد؟ ها انت شو تريد؟ حضرت تكلافات طردت تكلافات، ها اني ما افيدك، ليش؟ اني يمي حبيب جديد، وهاي الثلاجه والله العظيم صدق هاي الحبيب الجديد، ها اني يمي حبيب جديد هسه بعد، وانت رحت وصار لك شهور رحت للشيخ وجربته ورحت هاي ان شاء الله جربتها، ها اني بعد ما افيدك بهاي الفتره، خو ما ضل بلا رجال، اضل بلا رجال، لا حبيبي تعرفت على واحد وهذا الواحد كان الطليق الثالث، رجعت علاقتنا اني وياه وياته يمي حبيب قلبي، هي حاضنته هيك دازت له صوره. هذا الحضن الوحيد اللي يستاهل بالحياة، شوفوا شوفوا هذا الحضن الوحيد اللي يستاهل بالحياة، هذا الحضن، لا تحضنون اي شيء، هاي حضنوها وجه زين. وانقى شخص من الداخل، هاي شوفوا انقى شخص وانظف شخص، والشخص اللي يريحك بالحياة من الداخل، شوفوا الداخل، الله لا يعويكم الداخل هسه اذا ادير الكاميرا كلكم تظل بطولتكم تصيح وق 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 لان تالفتها وخير من الله خيرات الله. هي هاي النقية من الداخل، هي هاي تفيدك من الداخل، ثليليجة بلا حب بلا بطيخ بلا سوالكم التعبانة يا مقامع يا ولد المقامع. هاي الوحيدة تستحق الحضن، خصب ليلة الشتاء. وسدت التليفون بوجهي، قلت لها إذا عفتيني أنتحر، قالت لي انتحر ويا ريت تنتحر، افتهمت لو لا خلصني منك لعبة روحي منك، أنا راح أرجع على رجلي القديم وعوفنا بحالنا، رحمة لأمك رحمة لأمك، هاي خذتك للشيخ وخلصتني منك، كلها خذيني للشيخ الثاني زين لو لا نادين. سدت التليفون بوجهي. نادين تعرفين ايش قد ماخذه من عندي هي؟
ايش قد ما اخذه منك؟ ما اقول لهن خويا، انا ما اقول لهن، اخاف على مشاعرهن الحساسه، ذني قوارير ومشاعرهن جياشه. ها خويا ما تقولون ذول المقاميع الحدائق اللي مقابليني تو كارتات، هذا كات للهبري، هسه انا دا اقول له انت هيك مقطوط، هذا هم يحقد على البشريه. فخويا بلا ارقام بلا كل شيء، هو الرقم انا من شفته عيوني شقلبت، ها مو الا ذولا خطيه، فعوف الرقم خويا. المهم ما اخذه منه، فرايح مشتكي عليها، مؤيس منها، قالت لك راح ارجع هاي. فهنا طلعت انيابه، بينت انيابه جويسم، هنا راح العشق والحب، رجع الحجي برموده، الحجي قياسات شكله. اوكي رحت اشتكيت عليها بالشرطه، يا هيك صار السبع والله نتشر، خلاص سمعت حكي كنك. اوكي رحت اشتكيت عليها بالشرطه، قلت لهم اطلبها هالقد المبلغ. المهم راحوا سووا لها حضار، واجوا وياها واحد نادين، هو هذا حبيبها كذب، هذا لا خطيبها ولا زوجها الثالث. اجوا للمحكمه وتواجهنا نادين، انا شفتها نادين وانا قلبي ظل يدق عليها. اي المهم نادين بعد كل سويته بيك خايب عمت عينك. المهم يا نادين دخل القاضي حكم لي، قال لي راح ترجع لك بس هالقد، وهذا تعهد الزلمه اللي وياها الهتر السبع المقطاطه الجديده، هو قال لي انا ادفع لك. كنت ما سالته هذا منو وشنو ليش مطيته فلوس اللي وياها، خاف شو هي صايره سفرته الحياه. المهم يا نادين انا صارف عليها دم قلبي. اي اخر شي نادين من تطلع بالمحكمه قالت له انطيك اياهن على على الشوز. اوكي وحضنها هذا صاحبها وراحت قدامي تتمشى هي وياه، هذا زوجها الجديد مدري شنو يصير من عندها زين لو لا. المهم يا نادين بهاي الحاله انا حسيت نفسي لا شيء، هو انت من البدايه لا شيء لا تزعل من عندي. اوكي حسيت نفسي انا هالقدوتني، لا هالقدوتك هواي، انت بحجم البعوضه حتى اصغر من البعوضه. اوكي وحسيت نفسي لا قيمه ولا كرامه ولا هاي، بعد كل اللي سويته وياها وتعبي وضيمي وشكله ما غزر. اوكي يجي اسوي بيه؟ لا مع الاسف يا اخويا يا نادين لعبت بيه لعب، لا حناني غزر بيها ولا اهتمامي غزر بيها ولا صرف الفلوس غزر بيها، كل شيء ما غزر بيها اخويا يا نادين، وهيك سوت بيها. واخر شيء قدام عويناتي يحضنها حبيبها الجديد ويروحون قدامي وتقول له انطيك اياها على الشوز وتحضنه قدامي وتمشي. تستاهل تستاهل، انت كل واحد يشبهك، انا مش شفايه بيك، تستاهل. تستاهل يا نادين. وشكيت بروحي بيها شي، قلت لها يمه، قالت لي ها، قلت لها يمه انا احس بروحي مسوي شكلك حلت لك السالفه. شكلك حلت لك السالفه. قلت لها يمه، قالت لها خايف وغم ما يدري. قال يمه وديني الشيخ انا احس بروحي، احساسي ما يخيل، احساسي بمكان. يما يما احس بروحي مسحور وما برتاح هاي الايام، مناك شيخ فشي برمودة قياسات عندك، دوري لي سوي لي سيرش، ها وديني للشيوخ. يما تعبت نفسيتي بعد ما اتحمل، اريد انسى هاي اطلعها من بالي. امي رزلتني ولعبت بي لعب، قالت لي انت لا اخذت برجلها ولا اخذ السيد علي، لا انت ذيك اللي عفتها ولا انت هاي بنت العالم من الناس اللي عافتك. ها ظل يما ظل ما عندي شيوخ، خلصوا هو واحد ماشي يا ناديني نادي ماشي يا نادي. قالت لي امي ها ايش بيك؟ قال يما رجعت لي الحالة، اريد توديني للشيخ. قالت له لا يما كل شي ما بيك. المهم نادين ما قبلت امي ولعبت بيا لعب، والشيخ ما ادري ايش مطيها قالها وشربيها هذا الشيء، وهو من يشربها يظل يستفرغ ويطلع من عنده السم اللي هي مسويت لي اياه ذيك. اوكي نادين انا اقول لك صار من جد اروح لو كانت بس ملابس ترجموا.
فانا اعتقد هو هذا الشيء اللي دا يصير بيه يا نادين، ماشي، لان كنا ما ننام اذا ما نشرب بيبسي. اوكي اي نادين، او تعرفين البيبسي ناكل ثرب فيصير عندنا تخمه، فهذا البيبسي يخلي الواحد يصيح تريوعه سوري على الكلمه. اوكي اي نادين اوكي، فهذا يسوي تفريغ يعني للمعده يريحها شويه، فاحنا كنا نشرب بيبسي، فاعتقد انا بالبيبسي كان هو هذا الموضوع يتخلى. اوكي اي نادين اوكي. وبقيت الح على امي اخذيني وديني، وما ودتني ام نادين لحد ما اعطتني مال شمطيها الشيخ وقالت له شربت شكل همك شكت بالموضوع خلاص المره وخافت عليك. اوكي. وبقيت نادين اني لمده 3 ايام سوري على الكلمه استفراغي لونه اسود، ما ادري يطلع من حلقي. يما حبيبي يا ستار يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا نادين. المهم بقيت وراها ذيك تحول الحب الى انتقام، وما خليتها، فضحتها فضيحه، واخذت الفلوس مالاتي من عندها بالاقساط، والحاكم قال ايش قد ماخذه منك، والقاضي حكم لي 1.5 مليون بالشهر، كل شهر تعطي لي 1.5 مليون، هذا الهتر مالتها ينطي 1.5 مليون، ايش قد ماخذه منك فلك زين لو لا. ودا احاول احب اي بنيه بعد ما اقدر ودا احاول اتعرف على اي بنيه بعد ما اقدر، ودا احاول اعيش قصه حب بعد بحياتي ما اقدر. صارت عندي خوفه من كل البنات، كل البنات لا شوف، انا تعبت وراسي ظل يوجعني وما ماكله، هم زين غداي قوي اوكي وكله بروتينات. هذا الحكي انا ما اقبل بيه اخوي، هذا الحكي ما بسنع. عيب. شنو كل البنات؟ ماكو كلمه كل البنات، وماكو كلمه اسمها كل الشباب. ماشي، اذا انت الله دبك بوحده معفنه ووحده بتليل، احنا شو العلاقه البنات؟ ما لك ثقه بالبنات؟ شو لها علاقه البنات؟ اذا الله ورطك بوحده مو خوش ادميه، البنات العالم شو لها علاقه؟ كان الله مو جاب لك وحده وحطها بطريقك يا ملعون يا ابن الملاعين. كانت الله مو جاب لك هاي البنيه وخلاها بطريقك وشهور وياك وساندتك ولازمه ظهرك ووصلتك للمناره، وعلى عينها الله شفت الرزق، وتقول اللي صار وياي ما صار بألف ليله وليله. ناديني البنيه عبالك مثل السحر، الله دز لي اياها وسندتني وكفت لي، جاي هسه تقول لي نادين وجهها مو حلو وقصيره وعدها شعرها ما اعرف شنو. عيب هذا الحكي. الرجال يدور مظهر ويدور جمال للمرأة، هذا تعرفون مكانه وين. وما اريد احكي حكي زايد ماشي. عيب الرجال اذا ما اخذ المرأة، لان لا جمال دايم ولا جسم دايم ولا خصر دايم ولا شعر دايم، وماكو دايم ما تديم الا العلاقه الطيبه والموده والرحمه. باكر عقبه من تكبرون وتكهلون وتعبرون ال70 وال80 مثل الامريكان، ما كان عمرهم 85 سنه، عبالك طيور جنه. هو ساندها وهي ساندته، هي تجرب العربانه وتلعب بشعر، عبالك طفل وهو نفس الشيء. اللي يدور جمال ويدور مظاهر بعمره ما راح يصير براسه خير، وبعمره ما راح يمشي عدل. انت دورت المظهر وعفت الجوهر. البت العالم والناس ان شاء الله مو جاب لك وحده وخلاها بطريقك، هذا رب العالمين. ايش قد انت عاصي، وايش قد سويت زنا ويا هاي المراه، وايش قد لعبت بشروخ، ورغم هذا كله رب العالمين ما قصر بكرمه، جاب لك بنت حموله وخلاها بدربك شهور وشهور، وعلى عينها انت وصلت للمناره من الخير. انا ما اقدر احكي الحكي كله لان حكي كلش هوايه. وامك داقت لك اصبعتين المراه وميته من الفرح وقالت لك هي هاي المراه تلزم ظهرك وتعينك وتوصلك. زين، كانت ناقص منك بس شويه اصاله، مو اصاله نصري، لا اصاله. بس انت ظاهر خويا ما عندك اصاله، وما عندك ناموس، وما عندك عزيزي، وما عندك غالي. دفرتها ورجعت تديكه بنت الشارع، بنت العالم، بنت الشارع اللي خليتك بالشوارع وخلت العالم تضحك عليك. اكو هواي مثلك يشبهوك، هواي اكو مثلك يشبهوك، دائما يدورون المنحطات لان هذا مستواهم. هاي البنيه الله يحبها لانه ما خلاها تصير من نصيبك، الله يحبها لان بعدها عنك، الله يحبها لان سحلها من عندك، لان انت ما تفيدها كرجال. انت لو تفيدها كرجال كان الله سهلها، وكان هسه انتم مخطوبين ومتزوجين. ما رحت تدقدق على ذيك تقولها راح اموت ورجعتك هنا سداسي الابعاد وقالت لك رجعت الرجل القديم، ويحضن بيها قدامك بالمحكمه. تستاهل تقول صرت هالقدودني؟ تستاهل؟ اي تستاهل. شربتك، وموكلتك، ساحرت لك، لعبه بيك لعب، هاي السوالف التعبانه مال حج برموده زين، والقياسات ومعبيس وكاميراتها ماشي، ما تاكل بهذا الرمش مال، شوف هذا الرمش مال الفلتر، ما تاكل براسي حلاوه. الزلمه الحوك اخلاقه دينه ناموسه هو اللي يسيره ماشي. كل شيء بالحياه إلى عداله، كل شيء بالحياه إلى نهايه، وكل شيء بالحياه إلى سيستم ونظام. بس تطلع من النظام يصير بيك مثل ما صار بهذا. افتهمت؟ لا تقول لي كل البنات خاينات وكل البنات مو خوش وادم وكرهت كل البنات وضجت من كل البنات ما لهن علاقه البنات. افتهمت؟ ما لهن علاقه البنات.
دعاء حبيبتي حياتي منورة، دوعي. زين اختي دعاء المحامية الصغيرة، اوكي ماشي. فعيب عيب يمه هذا الحكي، قاعد ينصحك واسمع جويسم، قاعد يقدم لك نصيحة هذا عبيدان. اني فقدت الثقة بكل البنات، وبعد ما اقدر احب، وبعد ما اقدر اثق ضل. زين وتعبت نفسيتي. هاي البنية اللي تعرفت عليها المعلمة مالتي، شو ما وين الدراسة، شو لا دراسة لا نجاح لا شي، شو كل النساء ها. وهاي المعلمة يا نادين طلعت مو بتأوادم ندري بيها، وطلعت هاي شغلتها ندري بيها، وطلعت مو بس وياي ندري بيها، اوكي. ولعبت بطروقي، لعب مثل ما لعبت بغيري، وقطت من قط. بس انا الحمد لله كنت ماخذ من عندها مستندات وشغلات، وكنت اصور ايش عجب صوت الذكي يمه حبيبه يا يمه، ما اصدق ما اطخ براسي، اوكي. والحمد لله والشكر حكم لي القاضي بالشهر 1.5 مليون ترجع لي، ماشي. شو كنت ماخذه منه خايب، اوكي. هواي بنات ماخذه منه، ماشي يا نادين. ومستحيل حاليا افكر ادخل باي علاقه، اوكي. او شنو معناتها هاي رساله حتى ما حد يزحف لك، اوكي. ولا اسوي علاقات ويا اي بنات. بس نصيحتي للشباب، هو قاعد يقدم لكم نصيحه عبيدان ابو المعلمه، نصيحتي للشباب دير بالك تروح البيت حبيبتك وتاكل هلا، ودير بالك تاكل من ايد حبيبتك لو تشرب من ايد حبيبتك بيبسي، دير بالك الثقه بحبيبتك من تروح لها وتقول لك طابخت لك وتعال كل. خاب انت مالك تخوط بصف الاستكان، هسه استلمك لو ما استلمك، ها خايبش ماك تخوط بصف الاستكان تثري بصف الماعون. شنو يعني تحذر الولد لا حد ياكل ولا حد يشرب ولا حد شيء؟ هو هذا ابو ثرب بطنه دومها فارغه، وين ما يلقى اكل ياكل، ها. واذا انت صار بيك هذا الموقف شو لك علاقه بالعالم انتوا ليش تقيسون حياتكم المعفنه وتشملون الكل؟ انا بس اريد اللي يصير مطب بحياته سيء، ليش يحكم على الناس كلها سيئه؟ ليش يحكم على المواقف كلها؟ يعني هسه انت مقتنع بهذا مالتك انت النصيحه، ها بيك خير انصح روحك، يلا عبيدان لا تخلينا نصير عبصيه، ها شنو ديروا بالكم تاكلون من ايد الشباب من ايد البنات، ليش يوم ما ياكل من ايد حبيبته؟ وليش ما يشرب من ايد حبيبته؟ ليش عبالك كل البنات مثل هاي العينتين اللي عرفتها؟ عبالك كل البنات مثل خستها وندالتها وتسوي لك اعمال شيطانيه؟ هاي صدق اعمال شيطان، ابد ما مقتنعه، ها انت شكلك انعجبت بالشيخ، اوكي عادي. ها شيء ما شيطانيه النوب، هاي واحد يتقيأ ولون اسود، شو الحكي هذا النوب علينا؟ النوب هذا النوب هذا ترند 2021 النوب واحد يتقيأ اسود، شنو هو الاسود ما حد يعرف، اوكي. عيب هذا الحكي، ما اسمح لك اني عبود، انا اللي اقدم النصيحه، لا تغلط غلطتي، قول لكم لا تغلطون غلطتي، اي قول لهم خويا شباب اخواني لا تغلطون غلطتي، من تطبون على مكان لو تتعرفون على وحده حاولوا تكون انسانه مناسبه، هذا الحكي المسنع، هذا الحكي الحلو يا عبيدان. انصح اخوانك ذول المقامع اللي مقابلين الحدايق، قول لهم ديروا بالكم بالعلاقه، لا تنطون زايد بالحكي، لا اوكي. لا تروحون تشيتون على البيوت والمواعيد وانتم ما تدرون بالبنيه ايش بيها ما بيها. انتبهوا على نفسكم، انتبهوا على امكم على اختكم على هاي، واختاروا صح وتزوج. وهذا الحكي اللي مسنع خويا، كانت هذا حاط لي اياهن قمره وربيع، لا حد يطب وما اثق بعد بالنسوان، ولا حد ياكل من ايد حبيبته، ولا حد يشرب من ايد حبيبته، ولا حد يطب بالبيت حبيبته، ولا حد يطلع من بيت حبيبته. ولك هو هسه لاقي له مشين خايب، هو ده هسه هذا جويس دخل يلقى له مشين، دخل يشم ريحه المشين وتقول له تعالي. خايب يا اكيل، خايب يا شروب، خايب مو عاجنتكم وخابزتكم من ويدين عاجنتكم وخابزت، ها هسه واحد جويسه من طيني اخو خيته ويقول نادين انا اخش بعينك، تخابره سنيدت وتقول له تعالي للبيت هناك اعطيك دروس خصوصيه، اوكي. ويقول لها لا تاكلين وتشربين، اول ما طبي يدور على الثريد، يدور على ايش طابخه بالطباخ وش حاطه بالثلاجه، ها قول له لا تاكلون لا تشربون من ايد حبيباتكم. هي تحلى الاكل من ايد الحبيبه، ها يحلى العصير الا من ايد الحبيبه، ها تحلى القهوه الا حتى لو مره القهوه يقول حط اصبعك بيها حتى تصير حلوه هذا الزاحف، ها جاي انت تنصحهم لحد ياكل ويروح البيت حبيبته، هو دخل يلقى البيت هسه، يلقى البيت هسه وتخلي يلقى البيت. أعوذ بالله منك يا حساني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا بالنون. تحياتي لك خوي عبود،
تحياتي لك، والله يفتح بوجهك والله يسعدك، والله ان شاء الله يعوضك ببنت الحلال اللي تعوضك عن كل ذني البنات. حبيبتي نسرين اي لاف يو، مشتاقه لك موت. اوكي، والله ان شاء الله يبعد عنك بنات الحرام، وتاخذ هذا الابتلاء عبره بحياتك انت وكل شاب. اخاف شويه قسيت عليك، اخاف شويه، ها اتحملني، اني اخيتك للمره. عرفتوا شلون حضر يدي؟ نادي اعرف شلون حضر يدي. الرموش طارن خي، هذا فلتر يا رموش طارن، اكو رموش يطيرن، الفلتر هذا ماشي. واتمنى انه هاي اللي صار لك بحياه تاخذ منها عبره، وتاخذ من عندها موعظه، وتاخذ من عندها نصيحه بحياتك. تحياتي الك، واتمنى يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تتعلم من اخطائك، ولا تغلطون غلطة العبيدان. تحياتي لكم جميعا. شو وقت تجون؟ مشتاقه لكم حبيبتي. اولا على الخير البيت الجديد، ويا رب ان شاء الله منه واشوفك عروس وننزف انا وياك بيوم واحد. ها انا وياك نسرين اريد نتزوج انا وياك واسراء بثلاثتنا بيوم واحد نتزوج. اوكي بعد ياهل ما متزوجه واريج يا كنا سناقل فلكنا. ها حبيبتي مبروك عليك البيت الجديد، وتحياتي الك وتحياتي للعائله وبوسيلي بنتك. استقري ورتبي اغراضك، ها وانا شغل سيارتي واجيك بالويكند. بس انت بس تعطيني اشاره تلقيني فوق راسك. شو ما حد قال لي شكرا نادين، الله يعطيك العافيه حبيبتي، رحم الله والديك تعبناك ويانا. ها شو ما حد كتب لي، شو ما حد طيب خاطره بكلمه. ما اكلك ماشي، شو ما حد طيب خاطره بكلمه. ناطين خايب الطينات بعينك ان شاء الله، بعينك اليمنى طينه وبعينك اليسرى ناطين ان شاء الله، بعينك اليمنى ناطينه وبعينك اليسرى ناطين. عود على اساس كاتب ناطين، عود نادين ناطين. ها اذا انت غلطان بحرف الطاء فاني اعذرك، اوكي، واذا انت ما غلطان فاني اقول لك طينه بعينك هاي وطينه بعينك هاي، حتى ما اشوف بيها بنات وتزحف يا مجموعه. شلون الست نادين؟ اهلا. اكو دعاء راح انزله بالجروب مالتنا مال البنات، وراح انزله بالستوري مالتي. شنو هذا الدعاء؟ هذا الدعاء وصلني البارحه، كنت فاتحه لايف بجروبي مال البنات نادين للصحه والجمال، ووحده من بناتنا حبيباتنا الله يرضى عليها ان شاء الله، بنيه من اهل الله، والله هواي عندي بنات انا الله مفتح عليهن بالايمان والتقوى، الله يستر عليهن ان شاء الله يا رب بحق لا اله الا الله. واثناء ما قاعده احكي باللايف هي قالت عندي دعاء، هي البنيه عندها دعاء، يعني هم اهلها من هاي الناس اللي الله ناس اهلنا اللي احنا كل شيء نحبهم مال قبل، مو ذول القشمرشيه. الدعاء هذا ينقال مره واحده بالسنه. الدعاء هذا مره واحده للشباب وللبنات، للكل واحد قاعد يتابعني. اي واحد عنده نيه ويريد الله يقضي حاجته ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يقرا هذا الدعاء. بعد ما راح اقول لكم الطريقه شنو، وراح انزله بستورياتي، يعني البنيه امنتني قالت لي نادين ويقرون الفاتحه على روح ابويا وعلى روح ابوها، زين لو لا. الدعاء هذا ينقرأ اول ثلاثاء من بدايه كل سنه، اول ثلاثاء فقط مره واحده بالسنه. اي واحد عنده حاجه وطالب حاجه من رب العالمين باذن الله العلي الواحد الاحد تنقضي حاجته، واني اولكم راح اجربه. تمام، اولكم راح اجربه. الدعاء فقط يوم الثلاثاء من بدايه كل سنه، بعد اذان المغرب تصلين اذان المغرب، او راح ينقطع اللايف، تصلون اذان المغرب وتتوجهون بالدعاء، والباقي راح اشرحه لكم بالستوريات لانه راح اروح كلش تعبيت. تابعوا ستورياتي، راح انزل لكم الدعاء حبيباتي بنات جروب الماعتين انستا، هم راح انزل لكم الدعاء، وراح اشرح لكم الكليشه طريقه شلون الطريقه اللي تدعون بي. انا اول وحده مستعده ومنتظره باكر وفارغ الصبر، ان شاء الله يجي باكر، واول وحده انا راح اسويه، كل واحد ان شاء الله تنقضى حاجته. قولوا بعد نادين طلبش بطلابه، لا يلا باي باي مع السلامه.